نص القبة حاكميناهم، نص القبة ونص الأماكن، البلديات في الحراش في باب الواد في الآخرين، هذوك المندوبيات ندبوا جاوا عطاو التراب تاع الفلاحة اللي باش ناكلوا ما يسمى بالأمن الغذائي، داروه ماذا؟ بيطون. ممنوع، جريمة هذه في حق، لازم يتعاقبوا. كاين حوالي 63,000 سكن في العاصمة غير شرعي، غير شرعي، فيلات غير شرعي، المفروض تتهدم. نروح نجيبوا حنا البطاطا من كندا، ولما رحنا نجيبوها من كندا اعطونا تاع الخنزير ولا لا؟ تاع الحلال. الاراضي اللي كانت اذا هذا ايها الاخوه المهم. نحن عندما نتحدث عن هذه القضايا عندي 3 قضايا فقط باش من قريب يدركنا العصر هامه جدا. عندنا القضيه الاساسيه قضيه الصحراء الغربيه. الجزائر راهي رافده اللواء والدرابو تدافع على ماذا؟ على حق الشعب له، ولكن هي واش دارت في شعبها؟ ماذا فعلت النظام الجزائري في شعبه؟ فما يجوز لهاش للنظام والمنظمات الدوليه فتحوا التحقيق ولا لا؟ الان عندكم الجامعه العربيه قالت باللي لا بد من فتح تحقيق فيما نشره ويكيليكس على الجرائم التي وقعت في ماذا؟ في العراق. وعلى ما تفتحوش الجامعه العربيه فيها الجزائر ولا لا؟ وعلى ما تفتحوش الجرائم اللي درتوها؟ ومن هذه الجرائم اغتيال المرحوم عبد القادر حشاني رحمه الله، والذي يزعم انه قتله صرح في المحاكمه قال مش انا اللي قتلته، ولما حكموني ما صابوا عندي لا بطاقه التعريف نتاعو ولا السلاح، وارغموني واكرهوني الى اخره. قلنا لهم عاودوا حلوا الملفات باش نعرفوا الحقيقه، مش من اجل الحقد ولا الانتقام، نعرفوا من حقيقه ما. الان بمبركه تاع المغرب 40 سنه، والان فرنسا رفعت ماذا؟ رفعت يعني حركيه بنت حركي قتل المسلمين اصبحت وزيره في ماذا؟ في فرنسا. وعبد القادر حشاني رحمه الله الاب نتاعو الذي يعرف من اكبر المجاهدين، كان معروف عند الدوله ومعروف عند بومدين ومعروف عند كثير، هذا بن مجاهد يدخل الحبس. انا يدخل الحبس. وبنت الحركي في فرنسا تاخذ منصب. قلنا لا بد من فتح عبد القادر حشاني قال لك الماده 45 و46 راه يتعاقب المواطن اللي يتكلم في ماذا؟ كاين ميثاق سمو، انا راني نتكلم وعاقبوني. صار انتوما هذيك خطره رضا مالك لما تكلم في جذور الازمه ما ديتوهش، وانا لما نتكلم تقول باللي الماده راه يتعاقبك ب5 سنوات حبس وغرامه ماليه بكذا. انا نتكلم ونقول هذه الملفات لابد ان لازم المفقودين والمختطفين نعرفوا واش صرا لهم، ولا بد ايضا لماذا حليتوا الجبهه الاسلاميه للانقاذ، ولازم نعرفوا. بعض الناس قالوا بالك تاكم تحبوا السلطه، يعلم الله عز وجل نحن يحكموا فينا الشريعه نحبسوا. انا غدوه من ذاك نروح نطبطب لهم ونقول لهم راني خدام عندكم، اقسم بالله العلي العظيم. ما حبيتوش تطبقوا الشريعه خلي واحد اخرين يناديوا بالطبيعه. في مصر قالوا لهم كلمه الاسلام هو الحل نحيوها، صح ولا لا؟ صح. يا سبحان الله، هذه مسلمين، هذو مسلمين. يحكي لي واحد من هذا من الجماعات شويه الاخر قال لي ما لحقت، شوف هذا دليل باللي هذا النظام كافر. قال لي كافر، قال لهم ما تجيبوش الايات والاحاديث، ما تدخلوهاش في الحمله الانتخابيه. اذا هذه النقطه. إذا نحن ننادي أيها الإخوة بأن هذه القضايا ينبغي أن نعرفها، والملفات هذه لابد نعرفها. إذا قضية الصحراء الغربية ما تنجمش تقول أنت الصحراء الغربية وأنت قتلت الناس وذبحت واختفت وعملت. قال لك والصرا في العيون، والصرا هنا أيضا في ديار العافية، والصرا في تيزي وزو. نعم تيزي وزو، أنا قلت تيزي وزو أنت كي تشوفها أنا نعرفها على كل حال، ورحت لها في 80 كي كانت الدعوة الخباط، أنا نعرف الشيء هذا، وعشت في حبسها. كي تشوف تيزي وزو صح، كي تروح للدشور ما كان والو، لا شيء، كاين الفقر. روح للدشور وروح للقرى وروح للبوادي،
الفقر والضياع وكل شيء. الناس تنوض، عندهم حق ينوضوا. هذيك الخطرة أيضا ناس في الصحراء ولاو شغل عبيد في الصحراء، يخدموا عند الشركات المتعددة نتاع أمريكا وفرنسا وبريطانيا. هذيك خطرة هذا السفير نتاع أمريكا كتب بيان وقالوا بالكم تروحوا للرعاية، إياكم أن تذهبوا إلى ديار الشمس، راهي الحالة مش مليحة. عندنا الآن قضية الحجاج اللي توفوا رحمهم. المسؤولية مسؤولية الدولة، ما هوش حراقة هذا، ولكن أيضا مسؤولية نتاع ماذا؟ نتاع النظام السعودي. أنا النادي الدول العربية والدول الإسلامية ينحيوا الحرمين من يد السلطة، من يد الأسرة المالكة، نحيوها، يبنيوا كما يحبوا، يتصرفوا كما يحبوا، يعملوا كما يحبوا. هذا المراكز تاع الحج ملك للمسلمين مش ملك للسعودية. العائلة المالكة اللي راه الملك نتاعها أمير المؤمنين ولا كذا، راه عند سياده يداوي. من أحب قوم حشر معهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض هذا الحرم المكي والمدني يكونوا كل الدول العربية جاءوا مكة اللي راحوا الحج هم شافوا، جاءوا المكة بنوا أمامها ناطحات ماذا؟ السحاب، وبنوا ساعة كبيرة ولا لا؟ طيب أنت لما تدخل المكة أيهما أفضل؟ كي تشوفها على الطبيعة تاعها كما كانت في أول يوم، عندها ماذا؟ عندها جمال وعندها هيبة وعندها روحانية. الآن الناس غطاوها، مكة أصبحت مغطية. هذا تخطيط نتاع يهود باش ينحيوا الروح نتاع ماذا؟ نتاع جمال مكة والهيبة نتاعها. أنت تطوف وأنت قاعد تشوف في طريحات السحاب في العوض، لما ما تصيبش حتى شيء أمامك ثم وش تشوف؟ تقول هنا مشى أبو بكر، وهنا مشى عثمان، وهنا مشى علي، وهنا مشى فلان. تقول لي ماذا؟ تعطيك شحنة ماذا؟ شحنة من الإيمان. واللي تشوف أنت غير البلاكات نتاع ماذا؟ إذا لا يحق للسعودية أن تتصرف في الحرمين، هذا ملك للأمة العربية والأمة الإسلامية، ولا بد تكون لجنة من جميع الدول العربية هي التي تشرف على البناء، حتى لو اقتضى الأمر تهدم وترد ماذا؟ ونبنيهم خارج الآخرين. أما أنهم هم يتصرفوا كأنها تاعهم ملكهم، لا نريد هذا الوصاية. عندك قضية أخيرة إن شاء الله. أكم عارفين وش راح يحدث في القدس كما قال الإمام قبل كده؟ الناس ركزت على غزة ولكن نسينا ماذا؟ القدس. نحن نعرف بأن غزة ظلمت وضربت وقهرت ونعرف كل هذا، والأمة كلها ماذا؟ نصرت سكان غزة، ولكن سكان غزة لابد أن يعرفوا أن الشعوب العربية وقفت مع غزة لأن فيها حركة ماذا؟ مقاومة، بمعنى فيها وسيلة لتحرير ماذا؟ القدس. أما أن يوليوا الناس غزة برك وينسوا ما يحدث في القدس، هذا مخطط ينبغي أن نتنبه له. غزة لابد أن يعني يتابعون الناس المناصرة تاعها. لماذا؟ لأن فيها الجماعة التي ماذا؟ تتبنى مقاومة إسرائيل وتشد من أزرها، ولكن ينبغي أن لا يقف هذا الحد، ينبغي أن لا تشغلنا غزة عما يحدث في ماذا؟ في بيت المقدس. الآن بيت المقدس راه في خطر. إذن فلا بد حتى لو كان غدوة تخرج حركة تاع مقاومة وتضرب في الضفة الغربية، نحن سنكون ماذا؟ معها، لأن نحن مع الوسيلة التي ستحرر ماذا؟ القدس. والأمة العربية لم تقف مع غزة إلا لأنها رأس الحرب في ماذا؟ في مواجهة هؤلاء. هذا أيها الإخوة باختصار شديد. نسأل الله عز وجل. عندي في الحقيقة ردود كثيرة ما يقال، ولكنني لن أرد على أحد. أنا بعض الإخوة يقول لي ردوا كذا، ما ردش. والله أسمع بعض الناس يسيء إلي، أقسم بالله يسيء إلي وينال من عرضي، وأقول اللهم اجعلني كأبي ضمضم. واحد قال لي أبي ضمضم هذا حديث ضعيف، قلت له يعني معنى حديث ضعيف يعني إذا ضعيف معناه صحيح. كان يتصدق بعرضه، وربي قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي ماذا؟ هي أحسن. طيب يا سيدي حديث أبي ضمضم هذا غير صحيح، نوليهم اللي قلنا كلمة نقول له 10، وهذو إخواننا مهما كان.
إخواننا نحبهم ونسأل الله لنا ويفتح علينا وعليهم إن شاء الله. نحن لا، الأخلاق هو الأساس، الأخلاق هو الأساس. هذو إخواننا ونسأل ربي لنا ولهم الهداية، يفتح علينا ونفتح عليهم. هم إخواننا ونحن منهم على كل حال، نسأل الله لهم الهداية. أما باش بعض الإخوة يقول رد على فلان ورد على فلان، أنا مش مخدوم، أنا مخدوم للرد على الظلم فقط، هذه فقط. حاجة ثانية نرد على ما هذو إخوان ممكن غالطين في حقي، غالطين في كذا، يجي نهار إن شاء الله ربي عز وجل يفتح علينا وعليهم إن شاء الله بإذن الله. لكن هذه ليست معركتي، ما تدخلوناش في معارك ليست لنا. احنا معركتنا الاستبداد الداخلي والظلم الداخلي، وأيضا الاستكبار ماذا الخارجي فقط. والله الموفق لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عندك فقط مسألة، أنا كي قلت النظام هذا كذاب، قال واحد كيف راه كذاب هذا النظام؟ قلت لهم راه يكذب على الناس، وأعطيتهم الأمثلة المرة اللي فاتت، ولكن في مرة أخرى سأعطيكم من الأدلة ما يقنعكم أكثر فأكثر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك. غير المصافحة الله يبارك فيك. كسيدي تاع الشيخ.